الهوهم اي ستدي في 3 الترا، هذا اخر جيمبال وصل لنا من شركه هوهم. خلينا نفتحه سوا ونشوف شنو يحتوي هذا الباكيت وشنو هذا الجيمبال اللي يعتمد على الذكاء الاصطناعي. خلينا نفتح الباكيت سوا ونشوف هذا الباكيت شنو يحتوي. طبعا احنا بمكان محمي ولازم النظافه تكون فول، فهذا لازم شو نسوي؟ نضمه طبعا بالليبل الاصلي، يعني على مود يبين هذا اصلي، منتج اصلي. هذا الباكيت يحتوي على دفاتر لازم تقروهن حتى تعرفون شلون يشتغل. هذا شنو؟ هذا الباكيت بيه كيس اللي تقدر تخلي بيه الجيمبال، حلو، وبي يو اس بي سي، هذا يو اس بي سي الى يو اس بي اي، وبي الانكي. هذا شو نسوي بيه؟ هسه نعرف. محطوط بالشكل، طبعا وزنه 428 غرام، يعني هذا الجيمبال وزنه مو خفيف ولكن حلو، يعني الملمس مالته تحسه كواليتي قوي. طبعا هذا الشيء اللي هنا هو عبارة عن لايت وبنفس الوقت جهاز تتبع يشتغل عن طريق الذكاء الاصطناعي بكاميرا، وهاي الكاميرا اللي تتبعك عن طريق الذكاء الاصطناعي تقدر تشيله وتقدر تركبه. طبعا احنا راح نركبه حتى نجرب التتبع مالته شلون يكون. شغله حلوه. خل احنا نوخر الباكيت. يجي بيه ستاند بس مخفي، يعني هذا تسحبه منا ومنا والرجلينات تنفتح هيج حتى يقعد. هسه احنا شو نسوي؟ خلينا نشكل التليفون عليه ونشغله ونشوفه شلون يشتغل. طبعا اكيد لازم هذا يتسنتر حتى الماطورات تشتغل بصوره صحيحه. هذا الجهاز التتبع احنا شو نسوي؟ نخليه بالجهه الثانيه حتى يتبع الامام. فاحنا وياكم راح نشغل هذا الجيمبال لاول مره. طبعا بيه شاشه هنا، طلعنا مركبيه بالعكس، بس شو نسوي؟ ندوس هيجي، حلو. طبعا بيه دقمه هاي للتثبيت، وتقدر تصور بيه 360 درجة. بس احنا هذا لازم نجربه ونشوف شلون النتيجة. اول شي نفتح الكاميرا، الستارت والستوب شغال. هذا الريموت مثل الهوهم الام 7 هم تتحكم به عن طريق هذا الريموت. طبعا الذكاء الاصطناعي اللي بيه يعتمد على الاشارة، فمجرد انه نسوي له هيك راح يتبعني وين ما اروح، مثل الهوهم ام 7 الكبير، ولكن هذا حجم اصغر. طبعا شنو انا ودا احكي؟ سويت هيك وقف. فمن تحكي لازم تعرف شلون قاعد تاشر على مود شنو، على مود ما توقف التتبع. يعني انا من اطلع وحدي اصور، بعد ما احتاج واحد يقدر واحد يجي وياي ويحرك لي التليفون منا ومنا على مود يصورني. من خلال هاي الشاشه تقدر تشوف الكاميرا اللي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ايش يشوف. يعني هاي الكاميرا اللي هنا هي كاميرا الذكاء الاصطناعي تشوفك، بس اذا خليتها بمكان وردت تروح تصور وحدك فشنو تقدر تسوي؟ هاي الكاميرا او هاي الشاشه تطلعها وتخليها بايدك، بحيث هنا هم تقدر تشوف نفسك وهماتنا تقدر نفس الوقت تتحكم بالجيمبال. يعني تقدر تحركه اذا تريد تعدل المكان مال تصوير او لا. فاحنا شو نسوي هسه؟ نخليها هنا ونجرب قوة الماطورات اللي بيه وشلون الاستابيليزيشن اللي بيه. فشو نسوي؟ ندوس هنا لانه رابطه عن طريق البلوتوث، ندوس ريكورد، راح يبدي يسجل هنا بكاميرا الايفون الاصلية. اقول لك شو، انا حسب ما دا اشوف هسه بالتليفون الصورة صراحة ثابتة كلش هواي، فيكون كلش خفيف وسهل الاستخدام. طبعا تقدر تصور نفسك سيلفي. شلون؟ تسحب هذه وبس تحولها هيك راح تصور نفسك سيلفي. طبعا لازم تحولها هنا، تدوس 3 مرات، افتر التليفون. بس انت حاليا قاعد تصور نفسك سيلفي والصورة ثابتة. طبعا بهذا الجيمبال تقدر تصور بالطول وبالعرض. اذا تريد تصور بالطول تدوس هاي مرة واحدة راح يتحول بالطول، تدوسها مرة ثانية راح يتحول بالعرض. هسه راح نجرب ونشوف شلون الصورة مالته هنا بهذا المكان اللي متروس ازهار، ونشوف طريقة التثبيت مالته جيدة او لا.
هذا مثال حلو. راح نصعد درج. طبعا مثل ما تشوفون القاع هنا مو عدله. طبعا اكو احنا مسوين فد شي غلط بالش اسمه بالاعدادات. ليش؟ لانه دا يتبع مكان واحد. دا تشوفون هسه انا شلون دا احركه. هسه شو نسوي؟ خل ناخذ اللقطات السينمائيه من هذا المكان الجميل. طبعا تصوير السينمائي هاي الشغله نعطيها لمن؟ نعطيها لحيدر لانه هو فنان بهاي الشغله. حيدر بعد هناك بده يصور لنا لقطات سينمائيه واحنا هنا نتجول بهذا المكان حتى بعدين يراوينا النتيجه مال الجيمبال. طبعا هذا الجيمبال الحلو بيه شنو؟ انه يتحمل لحد 400 غرام، يعني 2 ايفون 16 برو ماكس تخليهن فوق هذا الجيمبال يتحمله، والجالكسي 25 الترا وذني كلهن يتحملهن، وبي 360 وبي تايم لابس، ويشتغل لحد 10 ساعات على شحنه واحده. واكو فد شي هنا دا يتحرك بس شنو ما ادري. فشي هنا نتحرك. طبعا حيدر قاعد يصور لنا بالجيمبال وبالايفون ونشوف النتيجه بعدين سويه من نخليه بالكمبيوتر. احنا حاليا صراحه ما شفنا النتيجه، بس بقى هذا المنظر من ناشد حلو، المنظر خرافي. بس خلي انزل الفلتر على مود تشوفون هنا المنظر جد حلو. حيدر اخذ الواز وراح منك. بقى هاي القلعه جد حلوه. اهم شيء بالموضوع انه هذا الجيمبال بعد ما جربناه بكم لقطه طلع يسوى وكلش حلو، والاداء مالته اكبر من حجمه. يعني هذا الحجم الصغير ينطيك اداء خرافيه. مثلا هذا الفيديو هسه راح نخلي لكم اياه بالشاشه هم، مجرد انه هنا صورناه وشفناه كانما كاميرا كبيره محطوطه على جيمبال كبير وقاعد نحصل هاي الاداء. حاليا الجيمبال اللي راح يتبع حيدر اللي دا يصورني هسه عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني انا هسه كل شيء ما اسوي اقدر اطلع واتفرج واشوف المكان وما اهتم باللي قاعد اصوره، لانه هو الجيمبال راح يسوي الامور كلها راح يتبعها. هسه ايش راح نسوي؟ احنا راح نخلي الجيمبال هنا ونخلي حيدر يفتر لانه صاير لوك عليه، وراح يفتر 360 درجه والجيمبال يبقى يتبعه. ها حيدر شنو الوضع؟ الجيمبال ظل يفتر وراه 360 درجه يتبعه. فاقدر انا شو اسوي؟ بعدين اجي اشيله على كيفي وارجع اصور حيدر. يلا نكمل. خلينا نكمل. انا شنو اتمشى والجيمبال يسوي العمل كله. من اريد اوقفه ادوس على هذا مرتين خلاص وقفنا، وقف التسجيل، ونسوي وايد انجل حتى المنظر هنا يبين كلش حلو. احنا راح نستعمل الجيمبال. شو نسوي؟ احنا ناخذ هذه حتى نعرف ايش قاعد نصور، حتى نعرف الكاميرا وين قاعد تتباوع. طبعا وقت غروب الساعة بيش هسه ما ندري، ساعة بيدي، فتقدر تصور لقطات جميلة بهذا الجيمبال او اي جيمبال للتليفون. بس هذا اللي ميزه انه تقدر تشيل الشاشة وتشوف انت شنو قاعد تصور، وبنفس الوقت تتحكم بالجيمبال. يعني هسه انا اذا اريد افره اقدر استعمل هذا شو اسمه الجويستيك ويفتر. تعبنا. هاي كانت مراجعة الهوهم اي اس دي في 3 الترا. لاول مرة فتحنا الكرتونة سوية والعلبة سوية وشفنا شنو المميزات اللي موجودة بهذا الجيمبال بدون ما نحضر له. فانتم شفتوا الفيديو على الحقيقة وعلى الطبيعة، وانتم شوفوا وحكموا
اذا كان جيمبال زين او مو زين.